الجمل حيوان ضخم ويمكنه السفر إلى مسافات بعيدة عبر الصحاري الحارة الجافة والمحرقة، مكتفيا بالقليل من الماء والطعام، وتسير الجمال فوق الرمال الناعمة بيسر وخفة، لذلك سمي الجمل سفينة الصحراء، إضافة إلى أنها تستطيع نقل الأثقال والأمتعة من مكان إلى آخر حيث تنعدم الطرق ويصعب الترحال، وتساعد الجمال الإنسان الذي يعيش في الصحراء في كثير من أوجه الحياة المختلفة، ويحتفظ الجمل بطعامه في سنامه الذي يحمله على ظهره، إذ يخزن فيه كميات من الدهون يحصل منها على الطاقة اللازمة متى تعذر وجود الطعام. وتعد الإبل مصدرا هاما من مصادر الغذاء لسكان الصحاري، فيأكلون لحومها ويذيبون شحومها التي يأخذونها من سنامها ويستعملونها في الطهي، كما يشربون لبنها ويصنعون منه الجبن، ويستخدمون جلودها في صناعة الملابس، وينسجون وبرها الناعم لصناعة أغطية صوفية ناعمة. ومن جلود الإبل القوية المتينة تصنع الأحذية والحقائب والسروج. ومن الناس من ينحت عظام الإبل الجافة كما يفعلون بالعاج، ويصنعون منها بعض أنواع الحلي والأواني، كما يستفاد من روثها الجاف وقودا.